هنعمل ايه مع بعض النهارده يا حبايبي؟ هنعمل كفتة الحاتي من غير دخان ومن غير تعب، بكل تفاصيلها بكل حركاتها بكل تكاتها. كفتة الحاتي بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، طعم مقولكوش، والريحة جميلة جدا جدا جدا. بصوا يا حبايبي، بصوا جمال الكفتة، بصوا المرونة بتاعت الكفتة، بصوا اهي كفتة الحاتي، بصوا من قلبها مستوية ومفرغة معايا ازاي، مقولكوش على الطعم حكاية، والريحة تحفة. يلا حبايبي نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي بكل تفاصيله بكل طريقة. بصوا الجمال، بصوا هشة معايا ازاي، ريحتها طبعا جميلة جدا وطعمها اجمل. عملتيها على بيتك، وفرت كتير لولادك، طبعا صحية. بصوا كفتة الحاتي بطريقة صحية جدا جدا جدا. يلا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي، ونبدأ ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم النهارده مطبخ الإسراء. هنعمل كفتة الحاتي بكل تفاصيلها، طريقة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله تعجبكم. هنقول على المكونات بتاعتنا او المقادير بتاعتنا يا حبايبي. انا عندي كيلو لحمة بناتي او عجالي زي ما انتوا بتسموها، وحاطه كيلو لحمة ربع دهن، تمام كده. بصوا فرماها كويس. وعندي 4 بصلات فرمتهم وحطيت عليهم ملح وفلفل اسمر وصفيتهم. نزلت ميه البصل، طبعا انا حاطه الملح والفلفل، ميه البصل متحيقه برضو. وعندي البهارات بتاعتي، بهارات مشاوي، ملح فلفل شطه اختياري، وانت ما بتحبيش شطه مفيش مشاكل، معلقه صغيره قرفه. وعندي باكو بيكنج باودر. ليه باكو بيكنج باودر؟ علشان خاطر يفتح الكفته بتاعتي كده ويخليها نافشه معايا ما تبقاش مكتومه. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. احنا هنحط البصله، احط البصله كده، وهحط البهارات بتاعتي اللي هي شطه وفلفل اسمر وقرفه وبهارات مشاوي وملح، تمام كده. وعندي بيكنج باودر، انا ممكن احط معلقه كبيره او احط الباكو، تمام كده بالمعيار كده، لان انا عندي كيلو، تبقى معلقه صغيره لو اقل من الكيلو. بصي بقى، عشان الكفته بتاعتك ما تفكش منك لازم تدعكيها كويس. مش قادره تدعكيها كويس، بترجعي للمفرمه بتاعتك او الكبه بتاعتك تفرميها تاني. لازم الخيوط بتاعت اللحمه تتجانس مع التوابل مع البصل، ويبقوا ايه واخدين شكل خيوط كده، تمام كده. فاحنا هندعك شويه وهنرجع للمفرمه بتاعتي نفرمها، ونرجع لبعض تاني نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي اللحمه بتاعتي، بصوا الانسجه، بصوا عامله زي ما يكون كلها خيوط كده. دي من نجاح الكفته بتاعتي انها ما تفكش. انما لو انا ما دعكتهاش كويس او فرمتها تاني بتفك مني، بتبقى عباره عن لحمه مفرومه مصبعه، بتروح فكه مني. بصوا الخيوط، بصوا. هنعمل ايه بقى؟ انا عندي خله وعندي السيخ بتاعي. هجيب الصينيه بتاعتي ونشتغل مع بعض بقى. ودين الخله بتوعي كده بحطهم مع بعض. طبعا الخله دي لو حطيتها على النار بتتحرق. هعمل ايه عشان ما تتحرقش؟ بنقعها في ميه عشان تشرب ميه كويس عشان ما تتحرقش. وباجي على البصل كده ابل كده، واخد قطعه من الكفته كده. بصوا الجمال. طبعا الكفته بتاعتي انا دعكاها كويس. بتعمليها الحجم اللي انت بتحبيه، بتزوديها شويه لان هي بتنزل كل الدهون اللي فيها، وبتروح جايه بقى ايه الحجم اللي انت عاوزاه، تمام كده. بصي يا حبايبي اهي ببل ايدي. طبعا ميه البصل بتاعتي متملحه اهي. بصوا جمال الكفته اهو، جميله جميله جميله. طريقه سهله جدا 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 وبسيطه. بصوا لو انت حابه تخليها في نفس الخله تمام مفيش مشاكل، مش حابه بتروحي جايه شدها كده اهي. بصي تحطها في الصينيه بتاعتي. طبعا الصينيه بتاعتي ما بتبقاش مدهونه اي حاجه. انا عندي سيخ بتاع شوي بحب استخدمه احسن من الخله، بس انا بوريك يعني لو ما عندكيش السيخ، تمام كده. في بقى حبايبي 3 طرق لتسويه الكفته الحاتي. هنعمل الطريقه الاصليه اللي هي ايه، عباره عن ايه، على الفحم. بروح جايه مصبعه الكفته بتاعتي وحطاها في شبكه الشوي، تمام كده. واروح جايه حطاها على الشوايه
تتشوي. الطريقه التانية ان انا احطها في مقلايه. بصوا الكفته بتاعتي كل تفاصيلها، واروح جايه شاده بالراحه خالص كده. هي مرنه معايا بسبب البيكنج باودر وان انا دعكاها كويس. بصوا اهي، احط في الصينيه. احنا قلنا الطريقه بتاعت الشوايه، طريقه المقلايه بحطها في المقلايه وهدي عليها النار تنزل كل الدهون اللي فيها وتتحمر معايا. بعد كده بحط لها فحمايه مولعه كده ورقه الومنيوم، والزيوت اللي نزلت من الكفته بروح جايه حطها على الفحم، بتروح جايه عامله ريحه وبغطي عليها تاخد ريحه الشوي. تمام كده. الطريقه الثالثه بتاعتنا ان انا بحطها تحت شوايه البوتاجاز. في شوايه البوتاجاز كده لازم اسمغها كويس كده حبايبي، واحطها واقلبها كل شويه بتستوي معايا، تنزل كل الدهون وبتستوي معايا. تبقى احلى كفته حياتي بتعمليها في البيت. لو انت مش عاوزه دخانه ولا شوي على الفحم بتعملي كده. بعد ما بتستوي في الشوايه بتروحي جايبه برضو فحمايه وتروحي جايه حطها فيها وحط عليها من الدهون اللي نزلت برضو بتدي طعم الشوي برضو. تغطي عليها بصينيه باي حاجه عندك. بصوا مفيش اسهل من كده. احلى كفته حياتي هتعمليها على ايدي. وطبعا ما بكترش في البهارات معاكي عشان ما اغيرش طعم الكفته، انا عايزه احس طعم الكفته معايا. بصوا 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 جمال الكفته اهي، متفكش معايا ازاي، متسمغه كويس وفرمتها في الكبه تاني بتاعتي كويس. ان شاء الله طريقه تعجبكم. بصوا الجمال. اخلص بقى الكميه بتاعتي كلها وانزلها تحت الشوايه الطريقه اللي احنا هنسوي بيها، وهنشوفها ان شاء الله ما تستوي هتبقى شكلها ازاي. يا رب طريقتي تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والكلمه الحلوه اللي انا بستناها منكم يا احلى اخوات واحلى متابعين، وما نحرمش منكم ابدا. ونرجع لبعض تاني ان شاء الله لما تخلص. تمام كده. بصوا يا حبايبي انا خلصت الكفته بتاعتي. عندي ميه البصل، بروح لو انت حابه تحطي عليها كاتشب بتحطي، مفيش بتسمغي بيها الكفته كده. بصي كده. طبعا انا مش حاطه اي زيوت في الصينيه بتاعتي، بعمل الكفته بتاعتي بنفس الطريقه دي عشان تفضل طريه. كل ما الاقيها تنشف تحت الشوايه بروح جايبه ميه البصل واروح جايه عامله عليها كده. طبعا انا مش هسويها على طول، لازم ادخلها التلاجة شويه عشان تشد معايا، وبعد كده هدخلها تحت الشوايه. وما تستوي هنحط في جنب كده، بروح جايه حاطه ورقه الومنيوم واروح جايه حاطه فيها الفحمايه، والدهون اللي هتنزل هحط عليها في الفحمايه واغطيها هتاخد نفس ريحه الشوي. تمام كده. طبعا انت هتقول انت مكبره الكفته كده ليه؟ انا مكبرها لانها فيها كميه دهون محترمه كده شويه، على ما تسيل منها هتبقى صابع الكفته يا دوبك زي ما انت بتحبي. تمام كده. يلا بقى نروح ندخلها التلاجة نص ساعه كده وبعد كده نسويها ونرجع لبعض تاني. طيب الكفته بتاعتي بعد ما طلعتها انا عندي ورقه الومنيوم هحط كده الفحمايه. تمام كده. وبمعلقه هاخد من الدهون اللي نزلت. بصوا الصابع بتاعتي كشت ازاي علشان خاطر نزلت كل الدهون. بصوا على فكره الكفته طعمها مش بالبهارات، طعمها بالدهون اللي بتحطيها. هغطي عليها بقى ونقدمها مع بعض وارجع لكم تاني. بصوا باخد من الدهون واحط عليها كده. بصوا جمال الكفته. بصوا طريقه الكفته احلى كفته حياتي. يلا بقى نروح نغرفها مع بعض وارجع لكم تاني. دي حبايبي الكفته بتاعتي بعد ما غرفتها. بصوا الجمال، بصوا جمال الكفته حبايبي. بصوا بصوا لونها وريحتها ما اقولكوش، خطيره خطيره خطيره. طريقه سهله جدا جدا وبسيطه. بصوا جمال الكفته احلى كفته حياتي. معلومه الكفته مش ببهاراتها، الكفته بكميه الدهون اللي انت بتحطيها هي اللي بتحلي طعم الكفته. بصوا الجمال، بصوا اللون والريحه والطعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.